السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله، وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل فطاير السمسم اللي بحشوة القرفة وسكر. شايفينها جميلة ازاي، اللي بنشوفها في الفرن يعني عينينا بتجري عليها وعايزينها نعملها في البيت بطريقة حلوة وجميلة، وبيبقى فيها بركة طبعا في البيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا معانا 3 كوبايات دقيق، الكوباية 250 جرام، ومعانا معلقتين سكر حبيبات، ومعانا معلقة خميرة كبيرة، ومعانا معلقة بيكنج باودر صغيرة. هنعمل أول حاجة هنعمل الخميرة مع معلقة السكر مع شوية مية دافيين، وهنسيبها تختمر، وهننخل الدقيق كوباية كوباية مع بعض كده. تمام كده، 3 كوبايات. خلاص هنضيف له بقى معلقة السكر، وهنضيف له معلقة البيكنج باودر الصغيرة، وهنضيف له رشة الملح، ومعلقتين لبن بودر. ده حسب الرغبة، بس هو بيحسن العجينة كده. وعندنا 2 بيضة، هنكسر واحدة كاملة، وهناخد البياض بتاع او الزلال بتاع البيضة التانية، وهنخلي الصفارة على الجنب. طبعا عارفين هنعمل بيه وهتشوفوا في الفيديو. وهنضيف كيس الفانيليا، وهنضرب البيضة كويس، وهنضيفها للمواد الجافة، وهنقلب مع بعض كده. وهنضيف معلقة الخل. معلقة الخل بتخلي العجينة بيضة من جوه ومحسنة برضو. وهنضيف بقى الخميرة بعد ما اختمرت، هنضيفها للمكونات الجافة. ومعانا كوباية مية دافية، هنضيف حبة حبة حسب الدقيق، شوية شوية كده، واحنا ضايفين لبن بودر. اللي عايزة بدل المية لبن حليب تحط، ما فيهاش اي مشكلة. ومعانا طبعا معلقة الزبدة او مكعب الزبدة اللي بنضيفها في الاخر كده في العجينة، بتديها طعم حلو، وبتديها توريق، وبتبقى تحفة. ومعانا الزيت، طبعا معانا ربع كوباية زيت، بس الزيت هنلم بيه بس عشان احنا عايزين عجينة طرية. تمام كده، وهنخبطها الخبطتين، وهنلمها بقى وندهنها الوش بالزيت، وهنغطيها، وهنسيبها تختمر يعني حوالي نص ساعة، عشان احنا في الصيف احنا ما استخدمناش كمية المية كلها، احنا استخدمنا المية اللي حسب العجين، والمية بتكون دافية كده فترة. تمام، خلاص اختمرت معانا وبقت عجينة ناعمة ومطاطية كده. وهنبتدي بقى مع بعض نقسمها كده. هنفرغ شوية الهواء اهو. تمام كده مع بعض خطوة خطوة. هنقسمها بقى، هنرشنا طبعا رشة الدقيق، وهنقسمها لجزئين عشان يسهل علينا تشكيلها. وهنرش رشة دقيق تانية، وهنبتدي نقسمها بقى لقطع صغيرة حسب الفطاير اللي احنا عايزينها. طبعا المخبوزات في البيت حاجة مهمة جدا، بتنفع في الفطار وفي العشاء وفي البريك وفي كل حاجة، وانت خارجة تاخدي معاكي حاجة في شنطتك، تكوني رايحة مشوار طويل، تنفع في الفسح. قسمناها دلوقتي وعملناها كور صغيرة، وهنقسم الجزء التاني برضو، وبرضو نعمله نقسمه ونعمله كور صغيرة. تمام، خلاص طلع معانا ما شاء الله حبة حلوين، يعني حوالي 12 قطعة طلعت معانا، حسب بتكبري ولا بتصغري. وبعد كده هندهنهم بقى بالزيت، وهنغطيهم بالكيس النايلون، وهنبتدي بقى ندهن الصواني بتاعتنا دهنة خفيفة كده، دهنة زيت.
تمام كده. وهنبتدي بقى نعمل ايه الحشوة بتاعتنا اللي هي القرفة والسكر. معانا 4 معالق سكر حبيبات كبار، ومعانا معلقتين قرفة كبار، ومعانا ايه كمان، معانا هنقلبهم الاول مع بعض، وبعدين معانا معلقتين دقيق، هنضيف معلقة معلقة عشان الدقيق يمسك الحشوة. تمام كده. وهنقلبهم مع بعض كويس ونخليهم يمتزجوا. ومعانا ايه حوالي 3 معالق مية كبار، وهنضيفهم واحدة واحدة كده. احنا عايزين نندي الحشوة بس، نخليها متندية كده اهي، عشان ايه تبقى طرية بس كده، مش اكتر من كده. 3 معالق مية. ومعانا الصفار البيضة، ضفنا عليه شوية لبن وكيس فانيليا، وضفنا عليه شوية خل، وحطينا له معلقة سكر وقلبناها معاه. دلوقتي هنبتدي هنفردها بشكل طولي كده، وهنضيف لها الحشوة، وهنلمها من الجناب، وهنلفها اللفة دي، وهنحطها على القفلة من تحت. اول حاجة قبل ما هنحطها الاول في المحلول السائل اللي انا عملته، وبعد كده السمسم، وبعد كده هنحطها في الصينية. نعمل كمان معاكم واحدة، ونخلي الجزء اللي في النص عالي ما يكونش خفيف، والاطراف هي اللي نوسعها كده. وهنضيف الحشوة وهنقفل الجناب. طبعا انا عاملاها زي فطاير، هي يعني في منها برضو بتتعمل قرصة مدورة وبتحط فيها الحشوة، وبرضو بتعمل بنفس الطريقة، الشكل اللي انت عايزاه تعمليه. هنحط الحشوة اهو، نلم من الجناب ونقفل كده اهو. تمام. وهنضيفها، هنحطها في السائل، وبعد كده هنحطها في السمسم اهو. خلاص خلصنا الكمية كلها مع بعض. وطبعا الفرن مفتوح على درجة حرارة عالية من 200 ل 220 زي ما انت عايزة. المخبوزات بتاخد درجة حرارة عالية. بنحطه من تحت الاول، وبعد كده بنفتح عليه وش الفرن وياخد الوش الجراتيه الجميل بتاعنا. اول ما يطلع نبخه بالمية ونغطيه عشان الفطاير تبقى طرية معانا. ونغطيه 5 دقايق 10 دقايق اهي، بقت معانا جميلة اهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع وما ومفيد. توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.